السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعرض جيم لعبته امبارح ضد واحد اسمه كوتام من اسبانيا تقريبا. انا كنت الاسمر المرة دي مش الابيض. وهو بدأ ب E4 وانا لعبت D5، لعب D3، لعب لعبت F نايت F6، لعب بيشوب G5، لعبت E5، لعب F3. هو هنا حرك البون الإف، وده غلط تقريبا لأنه بدأ ملك. بعدين أنا أكلت وهو أكل. بعدين عملت تبادل وزراء وهو اتحرك أكل روزيلي. هنا اللي هي أفضلية اللي حركته آه، من كينج E1 ل D1، وهنا مش هيقدر يبيت بعد كده. كده التبيت ما عادش موجود. تمام. بعدين لعبت النقلة ديت نايت C6. بعدين هو أكل الخصام بتاعي وأنا أكلت. ولعب النقلة ديت B5 بيشوب B5. لعبت أنا النقلة دي، أكل برضو بالبيشوب وأنا أكلت. هنا الاستراكشر بتاع البون عندي، أو بيسموه إيه، ال- ترتيب العساكر عندي دلوقتي ما عادش حلو أوي، لأن دول يعتبروا سادين بعض. هضطر أتحرك حركتين عشان نخليهم يتقدموا. لعبوا النقلة ديت نايت D2، لعبت F5، لعب C3، لعبت النقلة ديت، كلت فيها البون، وفي نفس الوقت فكيت عن البون اللي في الإف، وبرضه زنقت على البون اللي في السنتر، بس أنا اللي ماسك السنتر دلوقتي. بعدين هو أكل بالنايت. لعبت أنا النقلة ديت، بهدد النايت عندي. هو لعب النقلة ديت، رجعت لورا لأن أنا مبحبش أستغنى عن البيشوبس بتوعي، لأن أنا بحب البيشوب. لأن زي ما قلت لكم البيشوب بيمسك الأقطار. والأقطار أنا بعرف أستخدمها أكتر أحسن من النايتس، يعني والنايتس برضه حلوة زي ما قلت، بس كل واحد له أفضلية له، أو كل لاعب له أفضلية. لعب B4، لعبت F5، بهدد النايت وهو أكل وأنا أكلت. وبهدد دلوقتي النايت برضه. اعمل النقلة ديت، عملت أنا النقلة ديت بحيث لو أكل هاكل بالبيشوب فوق. اتحرك بالكينج D2، ودي مشكلة، لأن ما تحطش الكينج بتاعك في نص الرقعة، أو ما تحركوش لقدام لنص الرقعة، لأنه بيبقى ضعيف. فأنا ببساطة كلت، وبعدين هو أكل، ولعبت أنا النقلة دي بيشوب B4 بكش. لعبوا النقلة ديت، بيت، وفي نفس الوقت بيت من بعيد، وفي نفس الوقت طلعت ال- الروكت بتاعتي عشان أمسك الفايل بتاع الديكوري. أمسك الفايل بتاع الديكوري. بعدين هو لعب النقلة ديت، كان بيهدد الروكت بتاعتي. آه قلت أنا لو اتحركت أي حركة دلوقتي ملهاش أي لازمة، زي مثلا ما أجيب كش بالروك، هو هيجيب على طول بالروك تبقى سهلة، وأنا هجيب بالبيشوب وهو هيجيب بالكينج، وساعتها أبقى أنا خسران. هيبقى هو معاه نايت، مش خسران يعني. حسبت حسبة كده، لقيت إن أنا أقدر أستغنى عن الروك وهو يجيب، وأديله كش تاني، أحسن ما ألعب النقلة ديت. كنت عايز ألعب النقلة ديت، هو ببساطة هيجيب وأنا هجيب، هو هيجيب. فأنا دلوقتي معايا بس الروك والبيشوب، هو معاه 2 نايت وروك، فهو أفضل مني.
ولكن لعبت النقلات. ودتكشتن ودتكشتن وديته كش تاني بالبيشوب الأبيض. عشان كده مستعملتش على البيشوبس في الأول. هقدر أدي كشات زي ما أنا عايز، لأنه دلوقتي مكان أو الحصن بتاع الكينج فاضي والأبيض طبعا. اتحرك هو الحركة ديت وعملت النقلة الآتية: جبته discovered check، أول كش مكتشف. اديته كش، وفي نفس الوقت نهدد للروكي ديت، فهو مضطر يتحرك أي حركة، ما قداموش إلا الحركة ديت بس، وأنا طبعا هاكل الروك. اتحرك الحركة ديت، كلت النايت واديته كش، نزل لتحت واديته كشنت. عشان كده ما استغنيتش عن البيشوبز. البيشوبز أنا حلو فيها أوي، بقدر أمسك بيها مربعات، أخنق بيها الملك. زي معايا الروك طبعا ساعدتني في كده. كان جيم جميل، يا رب يكون عجبكم. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.